بتستقوى، بتيجي عليها وتهنها ومبسوط انك الاقوى. بتستقوى، بتكسر بالجحود عينها، مفيش لا شهامة ولا تقوى، مليها جروح، ده منك للي خلقك روح. بتضربها بدل ما تشوف دموع عينها، فمن حضنك تقربها. بتضربها براضي البهدل عليها، تحب في يوم تجربها. ضميرك فين؟ أكيد ميت يا عيني، خلاص بقاله سنين. النهاردة احنا بنحتفل بأغنية بتستقوى، أغنية للعنف ضد المرأة، وفي شهر مارس ده شهر المرأة، وسعيدة جدا ان الأغنية بتنزل في التوقيت ده مع شهر المرأة، وأغنية مهمة جدا لأن في الوقت الأخير لاحظنا ان حالة الطلاق في البيوت بقت كبيرة جدا، وبنلاقي في يعني عدد كبير جدا من اللي بيتطلقوا ان بتتضرب البنت، بتتضرب، ان في حالة ضرب، ان في حالة عنف، ان بقت الرجالة عنيفة مع زوجاتها، وده ما كناش بنشوفه زمان. فانا النهاردة هحتفل مع مخرج العمل، وطبعا حبيبة قلبي سمية الخشاب اللي على وصول، ولكن هنبدأ مع القائد، ودايما القائد بيكون هو المخرج اللي بيقود اللوكيشن وبيقود التصوير، اللي ليه نظرة للشكل النهائي للكليب. برحب بيك جميل مغازي، بقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكي وميرسي على المقدمه الجامده دي. يعني طبعا الكليبات الناجحه كلها بيكون وراها جميل مغازي، ربنا يخليك. ويمكن انا 90% من الكليبات واللوكيشن والاغاني الحلوه لسميرة سعيد ولكل مطرباتنا الجمال كنت اما اجي اصور كان اللي بيقود العمل هو جميل مغازي. الحمد لله. انت بتعرف تستقوى يا جميل؟ لا خالص، انا ما بحبش الفكره دي خالص. ما بحبش فكره انه يشتغل، يعني اي حد يستخدم عضلاته مش مخه. المخ اهم بكتير بكتير يعني. لما جات لك سمية وقالت لك انا عايزه اعمل الاغنيه دي كليب، وهي العنف ضد المراه وفيها شويه تحامل على الرجل، انت كرجل استقبلت الفكره ازاي؟ بص، احنا جينا في الاول قالت لي احنا كنا بنعمل كليب تاني خالص ملوش دعوه بالفكره دي، وبعدين قالت لي انا عايزه اعمل غنوه كذا، الفكره كذا، ونعمل من الكلام ابتدينا اصلا، يعني ابتدينا نشوف الكلام ونقعد مع بعض على الكلام، لا نغير دي نبتدي في دي، لغايه لما اتعملت الغنوه كنتش مقتنع بنسبه 50%. لما الغنوه خلصت وبتبتدي تتلحن وتتوزع، وهي كمان اللي لحنتها فعملتها باحساسها فظيع جدا، قلت لها الغنوه دي لازم اول واحده تتصور. وبعدين ابتدينا نفكر هنعملها ازاي، وحتى الكاستنج بتاع المودلز كان بالنسبه لي صعب جدا، لان كنت بشوف المودلز عندنا في مصر بيطلعوا شكل حلو وحاجات زي كده، انما كتمثيل صعب. فكنا بندور على الناس عشان هيتضربوا بجد، لان الضرب ده كله كان حقيقي. يعني ما كانش فيه بقى انه على الهوا، لا لا لا، والضرب كان يعني مظبوط جدا. فقلت لها يلا نبتدي نشتغل فيها، وقعدنا فتره مثلا اسبوعين ثلاثه نحضر فيها. واحنا في التصوير كنت قلقان، يعني كنتش عارف الغنوه دي هتعمل ايه مع الناس،
بس لما حصلت ونزلت والفيدباك بتاعها كان قوي بالنسبه لي جدا، انبسطت قوي قوي، لان انا بحب الدراما اساسا يعني. يعني انت بتحب الدراما، ولا وجود معاك بطلة ممثلة قوية تقدر تديك اللي انت عايزه خلاك رحت للدراما، ولا كان سمية عايزة تعمل دراما تعويضا عن ان الفترة اللي فاتت هي غايبة ما عملتش مسلسلات؟ يعني الدراما دي اتوظفت ايه حسب الفكرة ميولك انت طلب سمية؟ لا بص، احنا اصلا في الاول لما كنا بنشتغل مع بعض، انا سمية صاحبتي من سنين، بس كنا بنحضر نعمل مسلسل المفروض لرمضان واتاجل هيبقى بعد رمضان، فكنا شغالين في اتجاه تاني خالص. لما اتعملت الغنوه دي ما كانش ينفع تتعمل غير دراما، لازم تتعمل دراما. لما ولا انا قلت ولا سمية، يعني احنا وظفناها مع بعض ان الغنوه دي هنعملها ازاي. طب انت هتطلعي تتضربي مش هينفع كنجمه او كده، انها حصل ده عشان كده جبناها وهي متعوره شويه، لان كمان هي عامله دراما مش تمثيل. الدراما اللي عملتها قدام المرايه دي كانت بالنسبه لي اقوى من اي دراما، لانها عملت احساس ان هي قد ايه كانت مكسوره، وابتدت تفك ده وتبتدي عايزه تعيش حياتها وتشيل كل الملامح اللي موجوده في وشها من الضرب. فكان ده اقوى تمثيل بالنسبه لي من التمثيل اللي هو العادي اللي عملوه الممثلين. فهي عملت تمثيل حلو جدا، حتى في الدراما في الاداء وهي بتغني، وجودها مع الناس، لان هي كمان كانت معانا في كل شوت، كانت بتصور مع الاولاد وكانت بتساعدني طب نعمل كذا ونعمل كذا. طبعا كسمية الخشاب كممثله كبيره ونجمه يعني في مجالها ده، ساعدتني جدا. ما كانش في اعداد، يعني الغنوه دي كانت المفروض تاخد لها يومين تصوير، احنا عملنا يوم طويل جدا. بس اللي ساعدني في الموضوع ده وجود سمية طبعا، لان سمية يعني ما عملتش ستوبات كتير، لا ولا ستوب واحد، بالعكس ووحشها التمثيل بقى فبتدي أيوة جدا يعني شغاله في كله، وطبعا عايزه ترجع بقوه فمجهزه نفسها لا يعني. وهي حابه الغنوه جدا وحسها جدا. يعني طبعا كمان في حاجه قلتها لي دلوقتي، ان انت كنت بتحضر مسلسل معاه. الاتجاه للدراما بالنسبة لك ده كان فكرة سمية، ولا انت حابب الفترة الجاية تدخل لعالم الدراما؟ لا انا حابب فكرة الدراما جدا، وحابب اعملها مع سمية، عشان زي ما الناس شافت ان في كليب تستوى ان سمية اتغيرت في ستايلها وفي يعني في ادائها والحاجات دي كلها، في الدراما بتاعتنا مع بعض هتبقى اكتر من كده. يعني هتبقى سمية الخشاب تانية، يعني نيو فيرجن زي ما بيقولوا. دراما غنائية عايزة لا تعمل، لا ولا دراما ملهاش علاقة بالغنى؟ ومفاجأة للناس كلها هتبقى سمية الخشاب يعني. وانا حابب كده، لان حاسس دايما من زمان ان سمية عندها حاجات كتير لسه ما طلعتهاش. ما كنتش حابب انا اللاين دايما يبقى في حاجات شعبيه كتير، لا انا عايز سمية في اتجاه تاني خالص. وهي تقدر تعمل كده لانها ممثله شاطره جدا. طبعا سمية عندها موهبه كبيره فظيعه يعني. ويمكن احنا مفتقدينها الفتره ديت على الساحه، ان هي بعدت فتره طويله عن الدراما. فانا يعني بتمنى ان تكون دي البدايه، ان المسلسل فعلا يتعمل بعد رمضان، حتى لو ما نزلش رمضان يبقى الفتره الجايه اللي هو اللي الناس بقت تشوف فيها المسلسلات اكتر. بالظبط. بعيدا عن شهر رمضان اللي بيبقى فيه مسلسلات، وبيبقى الناس اكتر عندها صلاة تراويح وعندها الاكل والشرب، وبتطبخ وبتحضر للفطار وللسحور. فيعني ترجع بقوه وتبقوا جادين بقى في العمل. ان شاء الله. الخطوه الاولانيه كانت بتستقوى، بعد كده في خطوات تانية، يعني حتى قبل المسلسل في غنوه تانية هتنزل ستايل تاني خالص. وان شاء الله هيبقى بعد كده المسلسل، واحتمال كمان في فيلم. ما شاء الله، ده انت واخد سمية مقاولة بقى. لازم. انت شايف امكانيات سمية كمطربة اقوى، ولا امكانياتها كفنانة كممثلة اقوى؟ لا الاثنين زي بعض بيتهيألي، انا من وجهة نظري الاثنين زي بعض. وهي كل ما بتكون مركزة، يعني مثلا كان في اغاني قبل كده ممكن ما كانتش بنفس المستوى اللي عملته الايام اللي فاتت دي، يمكن ما كانتش يعني في تركيز تاني. يعني دلوقتي هي مركزة جدا في الغناء، وهي اصلا لما بتكلم معاها تقول لي انا كنت جاي اغني مش جاي امثل، وانا بحب الغنى جدا، يعني يمكن هي بدايتها وبتحبه اكتر يمكن من التمثيل. فهي اصلا مركزه الايام دي في الغنى جدا، وان شاء الله بعد كده هنخش الدراما. يعني الغنى هيبقى دلوقتي سابق اكتر من الدراما. اصعب مشهد كان في العمل ده كان ايه؟ لما البنت الحامل كانت بتتضرب، يعني سمية كانت واقفين وانا وسمية فجأة يعني حصل لنا نوع من الجمود، وانا كنت شبه عيط لاني كنت مصدق جدا، لدرجه ان سمية فجأة من داخله قالت وقعها على الارض اضربها.
كانت حاسه جدا، والبنت كانت بتدير بجد يعني. كل مره كان البنت بتدير بجد، اللي هي اسمها رشا دي، يعني انا بشكرها جدا لان هي كانت مبسوطه بده. وحتى بعد ما نزل الكليب سمية كلمتهم كلهم وشكرتهم في التليفون وقالت لهم انتوا كنتوا هايلين. عجبتني الحركه دي من سمية انها كلمتهم، لان هم فعلا اشتغلوا بقلب جدا مع سمية وكانوا مبسوطين معاها جدا جدا يعني. احنا دلوقتي هنكلم سمية نشوفها وصلت ليه. شوفي عشان اتاخرت جدا. الو الو، اهلا اهلا. انت فين يا سمية؟ اتاخرتي. يلا حبيبتي جايه حالا اهو. سوري. لسه بقول لجميل، بقول له يا كانت كده مش ملتزمه معاك ومواعيدها مش مظبوطه في التصوير. طب ليه البدايه دي بس؟ ليه البدايه دي بس كده ان مواعيدي مش مظبوطه؟ قال لي دي كانت منضبطه جدا ومفيش حد صح يا جميل. بصي يا بوسي، انا بس اللي اخرني عشان امبارح كان عندي تصوير، فقعدت يعني طول اليوم كان صعب قوي ونايمه متاخر، عشان كده ده انا اتاخرت عشان بس الناس ما تقولش. معلش حبيبتي، المهم النتيجه انك وصلتي، قربتي خلاص داخله علينا. اي حبيبتي يلا هو دقايق. واهم حاجه ماما معاكي ولا جايه لوحدك؟ لا ماما معايا. انا عايزه ماما. ماما اهم حاجه ان ماما تيجي. حبيبه قلبي يلا جايين حاجه. يلا حبيبتي، انا في انتظارك. احنا دلوقتي حبيبه قلبي وصلت اهي. حبيبه، شوفي كل الورود ولسه في تورته وفي احتفالات. تعالى يا جميل، ومعانا المخرج الجميل جميل ايوه جميل يا بنتي، مش جميل. قلت له هو باباك برضه مش ابن الجيران يعني. انا قعدت عيني لان بابا كان صاحبي، هو كنت يعني على طول مع بابا. وبعدين هو لما دخل بقى اقول له جميل مغازي، يقول لي بابا اسمه جميل مغازي، انا جميل. فبقيت اتعودت بقى جميل. والاغنيه بتستقوى. النهارده هنحتفل جوه مع بعض. واقول القمر وصلت حبيبه قلبي سمسمه الجميله اللي كانت وحشانه جدا، وان شاء الله تكون بدايه ان احنا نشوفها كتير، لان جميل وعدني ان في فيلم ان شاء الله ومسلسل ان شاء الله كتير جايه اكيد. يعني سمية مش هتقعد خلاص. سمية مفيش قاعده، هي مش وقت قاعده، وانا دايما انصحها يا حبيبتي يا ماما ما تقعديش في البيت البيات الشتوي ده. احنا يا جماعه دلوقتي لايف هنحتفل كلنا بتستقوى لسمية الخشاب وجميل مغازي، وطبعا معانا ست الكل حبيبه قلبي مامة سمية. ومامة سمية دي انا بشوف ان اي حاجه حلوه بتحصل لسمية ده بسبب مامتها. فعشان كده انا من اول مره طلعت فيها سمية ما ينفعش، هي ما بتحبش تصور خالص، ما بتحبش تطلع معايا انا بالذات. لازم بأصر ان في اي حدث حلو لسمية لازم تكون موجوده، لان هي اللي بتديها البركه والطاقه وكل حاجه. وانا كمان وجودك بيخلي الحاجه حلوه. بصي قوي، يعني عايزاك تدعي لها ربنا يوفقها دايما ويشوفها احسن الناس. احنا بنحبك وانت عارفه ده. الدموع دي ايه بقى؟ فرحانه انت والله العظيم. يعني مامتك دي انا بحس هي سبب نجاح طبعا. دي حبيبه النهارده احنا كمان في شهر عيد الام، كل عيد ام وانت طيبه وشهر المراه. وهل سمية بتستقوى في البيت بقى؟ لا حرام، دي طيبة جدا. مش عايزة لا خالص وبتسمع كلامي وكل حاجة. جميل. تقول ايه النهارده لسمية واحنا بنحتفل وجها لوجه؟ كلام ما قلتهولش قبل كده وحابب تفاجئها بيه النهارده في احتفالية. عايز اقول انا من زمان طبعا انا اتمنى اشتغل مع سمية الخشاب،
وسعيد جدا جدا وفخور ان انا اشتغلت معاه بعد يعني الوقت ده، وبعد ان انا اشتغلت مع ناس كتير فنانين. سمية الخشاب حاله خاصه جدا في حياتي بصراحه. والغنوه دي يعني برضو نقله يعني بالنسبه لي مختلفه تماما تماما. سمية ليه مختارة كل حاجة فيها جميل مغازي؟ المسلسل مع جميل مغازي، ان شاء الله بس ان الفيلم شاء مع الله. جميل مغازي. انا سعيده جدا بشغلي مع جميل، بحسه هو صديقي واخويا قبل اي حاجه ونقعد نحكي لبعض، نقعد نتكلم مع بعض، جدا مريح جدا مريح يعني. ف دماغنا شبه بعض، في بينا كيمياء، وده بان في الاغنيه. والحمد لله هو كان شويه قلقان انه ايه، ممثله بقى وهتزهقني في التصوير وهتقعد بقى تقترح. طلعت لا سمية مؤدبه جداً جداً. انا اعرف سمية من اول ما بدأت، من اول ما دخلت التمثيل فعلا هي مريحة. يمكن اصعب حاجة مرت عليها كان فراية وسكينة، اتقمصت شوية دور، قعدت شويه بعدها كانت شرسة تعبانه فيه في اللوكيشن الوحيد اللي شفت سمية كانت شرسة فيه. كان كنت بضرب الناس لا يعني لا كنت جواكي مش ريلاكس. لا صح انت انا فاكره الموضوع فاكرة ده. فاكره انا الأيام لما دي؟ كسرت المرايه في التصوير كان بقالي 4 ايام مش نايمه. كنا احنا هوا بنصور عشان نعرض في رمضان، ولازم الحلقات المنتج جمال عدلي يوديها للبلاد وكده، فالمحطات العربيه وكده. فاحنا كنا بنشتغل لايف ما بننامش، في 3 ايام مش نايمه او 4 ايام مش نايمه. جاتني حاله غريبه وقمت كسره المرايه كلها، لان انا من جوه رافضه الشخصيه. ورايا وسكينه مش برضه قادرة. مسيطرة عليها، وعامله كامل محسسك قعدت اصرخ فهي عرفت الموضوع. كنت معاها في الديكور. انا كنت بتقبض، انا بدخل كلنا احنا انا لما رحت اصور معاهم وقضيت يوم معاهم في اللوكيشن كنت يعني حاسه ان انا مقبوضه، وقلت الله يكون في عونهم. قعدت فتره طويله جدا عشان اخرج منها يعني. تعبتني اكتر شخصيه تعبتني هي سكينه دي فعلا، بس من انجح الادوار. ولحد دلوقتي لما بيتشاف المسلسل بيتشاف كويس جدا من الناس، وبيقابلوني في الشارع بيقولوا لي روعه يعني. احنا ما شفناه 10 مرات ما بنزهقش يعني. احنا ما بنزهقش منك في اي. حطوا لنا يا جماعه بتستقوى حبيبتي نقطع التورته بتاعتنا. بدايه الصريخ دي بدايه الصريخ. ده السويد ده ايه؟ كان ايه بقى ده؟ حطوا انت موسيقى تصويريه؟ لا ده موجود في الغنوه من الاول خالص. صرخات بتعبر عن معاناه صرخات الجوه بتاعت الناس كلها اللي كانت بتضرب، او الستات اللي كانت بتضرب يعني. الدنيا قايمه من ساعه بتستوى. انا ما كنتش اكيد اقصد ده، بس بدات ناس كتير حتى من الوسط الفني يعني. اليوم السابع عامل يعني زي ريبورت كده او تقرير عن الفنانات اللي اتضربوا. فكتير قوي يعني، لقيت نجوم كتير قوي قوي بيقولوا يعني اللي اتضربت، واللي حاطه صورها وهي بتنزف، واللي يعني اتضايقت قوي، اتوجعت يعني. الاغنيه دي قلبت المواجع. قلبتوا المواجع. احنا اللي هنستقوى بقى، ماسكه السكينه يا تستقوى. يلا بقى نغنيها سوا. بتيجي عليها وتهنها ومبسوط انك الاقوى، بتستقوى بتكسر بالجحود عينها، مفيش لا شهامة ولا تقوى، مفيش لا شهامة ده منك للي خلقك روح، بتضربها بدل ما تشوف دموع عينها، فمن حضنك تقربها بتضربها، لراضي البهدل عليها، تحب في يوم تجربها. ضميرك فين؟ ضميرك فين يا جميل؟ ضميرك فين يا عيني؟ خلاص بقاله سنين. يلا حطوا ايدكم بقى وهي بتغني. هتفضل عايشة مكسورة يا حول الله، ضعيفة يا عيني معذورة في عذاب عيشة. لو انت تدوس قوي عليها نجيب من تاني يحميها، ومين هيكون سند ليها تعيش وياه. الله 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 يا سمسمة.
بتكسرها، وعادي شايفها تعبانة مفيش مانع تدمرها، بتكسرها وبكرة تفوق مضيعها، هتندم لما تخسرها وما تلاقيهاش، عشان فعلا ما حبيتهاش. مفيش احساس بدل ما تحطها في عينك، بتتهان تتشتم تنداس. مفيش احساس ده راجل يعني حنية، مفيش حنية يبقى خلاص هيفضل ايه؟ ولما تسيبها مقهورة انت كسبان منوراني ومبسوطة بيكي ومبسوطة برجوعك ومبسوطة بحماسك، وأنا بقابلك في الحماس لما بيجيلك حالة الركود أو البيات الشتوي ده. أنا ما بحبش أقابلك بصراحة شوية. تزعلي يا بوسي. بنشاطك وحيويتك اللي أنا معتادة إن أنا أشوفك بيها. بحب أشوفك وإنتي مهتمية بشغلك، شغلك اللي اديتيله حياتك وهو بيديكي حياته. والعودة بأغنية، وأنا كنت يعني منتظرة إن سمية ترجع بمسلسل أو فيلم، ولكن فاجئتيني إن أنت ترجعي بأغنية، ومش أغنية عادية ولكن أغنية بتقول رسالة. رجعتيني وفيها دراما، يعني فيها كمان دراما وتمثيل. لما عملتي رسالة في الحقيقة والسراب، رسالة كنت بتوجهيها من خلال شخصيتك في المسلسل، فهنا برضو في رسالة في المجتمع. فأنا عايزة أعرف ليه في الوقت ده، هل طلب منك من المركز القومي للمرأة انك تعملي حاجة كده، ولا دي فكرتك؟ يا قولي لنا بقى، احكي لنا عن تفاصيل الأغنية دي. بصي يا بوسي، انا مبسوطه قوي معاكي النهارده، وميرسي قوي على الاحتفال الجميل ده حبيبه قلبي. حاجة بعودتك يا حبيبتي، انت دايما عارفة بتعملي كل حاجه حلوه حبيبه قلبي. بصي، هو طبعا لا، المجلس القومي للمراه طبعا انا بوجه لهم الشكر برئاسه الدكتوره مايا مرسي من خلالكم. هم بعد ما خلصت الاغنيه انا فرجتها للدكتوره مايا والاعضاء المجلس، وهم اشادوا بيها جدا وقالوا انت بتعملي حاجه كمناهضه للعنف ضد المراه، وده انت بتعملي حاجه دور مهم قوي، وده دور الفن في ان هو يعني يعرض قضايا مهمه تهم المجتمع والرساله والكلام ده كله. فانا بشكرهم جدا، بس مش هم اللي خلوني اعملها. عملتها ليه؟ الفتره الاخيره دي كلها كميه العنف اللي انا كنت بسمعها، الحكايات واللي انا كنت بشوفها في الشارع مش طبيعيه. يعني البنت والولد الصغيرين، وانا طبعا مخرج جميل المغازي، جميل مغازي لا خليها بيزعل جميل مرة بقى، خلاص احنا قلناها، هما اتنين جميل بس هنقولها على طول جميل بالظبط. الجميل. فالمهم، فقلت له بص انا عندي اوديو، كنت لسه بعمل بقى في الاغنيه. طبعا جاتني الفكره لانه بقول لك شفت كتير عنف في الشارع، شفت كتير حكايات بتتحكى لي من مقربين، مرات من اصحاب جوزها بيضربها، بيضرب. طب ما فيش شتيمه؟ كله ضرب كله ضرب. فاتأثرت انا جدا، قلت هو في ايه يعني؟ هو يعني، وطبعا مش كل الرجاله كده، اكيد في رجاله محترمين بيصونوا الست وبيحطوها فوق راسهم، يعني بيخلي بالهم عليها. في ستات بتقطع الرجاله، وفي ستات بيبقوا مش كويسين، والراجل بيبقى طيب جدا ومغلوب على امره. فاحنا ما بنعممش الحكايه دي، احنا بس بنقول اللي هو عنيف او بيتعامل مع المراه بشكل ما فيهوش ادميه، انه لا ما ينفعش. يعني ده كان الشعار بتاع الستات في افريقيا وفي العراق. قابلت برضو عضوه في مجلس القومي للمراه في العراق، وقالت لي احنا الرمز بتاعنا كده، يعني ستوب. هنا في مصر دي لا، في افريقيا برضو لا، وفي مكان تاني ما اعرفش فين في اوروبا بيعملوا كده. يعني هو بيحطوا رموز كده انه ستوب، وقف، ما يوقفش، يعني وقف الضرب، يعني لا داعي للعنف، ممنوع. عملت بصراحه سيرش على الموضوع ده على اليوتيوب،
وقعدت ادور لقيت جمعيات لمناهضه العنف ضد المراه في كل حته في العالم، ولقيت مواقف، ولقيت ستات بيتضربوا في مصر، في الوطن العربي، في اوروبا، في كل حته، وستات بيعانوا، فيديوهات متصوره ومتشيره يعني. فكان بحث شامل يعني. كلمت هشام صادق، هو كان عامل لي قلبي يا ناس قبلها الشعر. قلت له هشام انا عايزه اعمل اغنيه بتتكلم عن العنف ضد المراه. قال لي ايه ده، ايه الفكره دي، ودي حلوه قوي. قلت له انا شفت حالات كتير قوي اليومين دول، وعنف مش طبيعي، ليه الراجل بيستقوى على الست؟ من هنا جت الكلمه بتستقوى. فسميناها بتستقوى، وبدات اشرح له. قال لي قولي لي دي، بعت له ريفرنسز، بعت له الافكار، بعت له لينكات، واكلمه واشحنه افكار وكذا. الراجل يعني لازم يبقى حنين، وبحنيته هيأسر الست. راح كاتب ده راجل يعني حنيه، مفيش حنيه يبقى خلاص. بعدين ليه بيضربها وبيهنها؟ كتب تتهان، تتشتم، تنداس. الكلام كان قوي قوي الحقيقه، يعني الكلام كان قوي، وده اللي بيفرقها عن اي اغنيه تانية. يمكن بيتقال ان اغنيتك شبه اغاني تانية، بقول لهم لا، مش بالجرأة دي، ومش بالكلام المباشر ده، ومش ان انت بتعرض قضيه لكل الكاتيجوريز في المجتمع. يعني البنت الصغيره والولد الصغير اللي تحت 20 سنه، الست الحامل اللي عندها اولاد، وست بيت قاعده في البيت بتربي ولادها، بتتعرض للعنف. حتى لو حد في مستوى يعني مرتفع، هي ملهاش علاقه لا بفقر ولا بغنى. هي عشان كده اخترتوا تربية. عينات، ان انتوا عملتوا عينات. بالظبط. ده كان اختيارك انت وجميل مع بعض، ولا كلمات الاغنيه هي اللي خدتكم ان لازم يبقى في نماذج كتير في انا خلصنا الكلام طبعا. هشام بعد ما قعدت شحنته، بعدها تاني يوم على طول هو تقريبا ما نامش، فضل يكتب وبعت لي الكلام. انا جالي ذهول، قلت له بجد برافو عليك، ابدعت. ايه ده، انت كتبت ده كانه يعني احساس المراه من جوه، كانك حاسس بالست قوي يعني. غريبه انك تخلي راجل يكتبها، كان المفروض تلجئي لست كاتبه. مش عارفه ده اللي حصل، بس هو هشام انا عارفه انه شاطر وهيعرف يطلع كلام حلو، طلع مصطلحات كمان جريئه وموجوده وحقيقيه. بعدين لقيت نفسي بلحنها، ما موضوع التلحين انا بغنيها، لقيت نفسي بغني الكلام بصوتي، فحسيت انه اللحن لايق على الكلام قوي. قمت مكلمه جميل، كنا المفروض هندخل نصور حاجه راقصه شويه يعني كده. قلت له جميل انا عندي قنبله. قال لي ايه خير، هو احنا مش هنصور يعني، هنعمل مفاجاه، مش هنقول اسم الاغنيه، بس الفانز كلهم بيحبوها، وكل اللي بيحبوني بيحبوا اغنيتي دي، فاحنا هنصورها بالالبوم الاول يعني. كتر ما هي كانت حلوه بس اتظلمت، ما خدتش حقها. فلقيته بسمعت له بقى بتستقوى، بعتها له الاول، بعت له الكلام. قال لي يا خبر اسود، ايه ده، ازاي وكده. الدليل خلصت خالص بقى. طبعا بدانا التوزيع مع الموزع محمد عباس اللي بشكره جدا، تعب قوي في الاغنيه دي بجد، وعمل تصور وخلى غذى اللحن بالتوزيعات وبالكمانجات وبالخطوط اللي هو حطها، فخلى للحن كل الناس بقى تقول لحن حلو. فانا بشكره جدا. فبعدين خلصت خالص، سمعها جميل، قال لي يا لهوي يا خرابي. قعدنا بقى ندرس انا وهو، صار شو قعدات، جلسات عمل، يبعت لي فلينكات، بصي احنا هنعمل كذا، طب احنا هنجيب كذا، احنا هنجيب بنت محجبه وشكلها كذا. بدا يبعت لي كل نماذج في ورشه انا وهو ليل نهار ما بننامش. خدت مننا شهر تقريبا الاغنيه يعني، والحمد لله. يعني انا بجد جميل يعني، عشان كده قلت له انت لازم تشتغل دراما، لازم يعني تخرج دراما. الناس كلها اشادت بالدراما ومشاهد الدراما، واحنا انا بصراحه كنت مهتمه قوي اكتر من ان شكلي يطلع واحده بتصور اغنيه، انه يبقى في الحالات دي متصوره صح ومعموله صح وبشكل صح. فكان اخراجها اكتر من رائع الحقيقه يعني. في مشاهد في الاغنيه تحسسك ان سمية عطشانه للكاميرا التلفزيون، عطشانه للتمثيل، جواها طاقه فظيعه مطلعاها بصدق واتقان وعشق لفن وحشها. ده حقيقي؟ ده حقيقي طبعا اكيد. انا دايما متعطشه للفن بكل انواعه، التمثيل او الغنى او المسرح. بس ما يبقى دور انا عايزاه وحاساه وحباه، يعني حاسه ان انا ممكن ادي فيه حاجه جديده، وموضوع يحبوه الناس او يفيدهم زي ما قلتي كده. رساله زي الحقيقه والسراب، قد ايه كان ابداع. انا وفيفي طبعا حبيبه قلبي، كانت حماتي وكانت مبهدلاني، وكنت صبوره جدا. نبيله دي كانت رمز للصبر والاخلاق
والتحمل، وفي النهايه ظبطتي اخلاق البنات مع حماتها في المسلسل. والله قابلني حد في الشارع كذا مره، رجاله كتير قابلوني بيقولوا لي يعني شكرا انك قدمتي رساله وده دوركم. واحد مره قال لي انا مراتي انت قدوه ليها، اتعلمت منك وبقت بتاعت. سعيده قوي اليوم ده بصراحه، حسيت ان احنا فعلا الفن لما يبقى له دور انه يبقى رساله تحل مشاكل الناس، او حتى ما تحلش تعرض القضيه والحلول ليها ناس بيحلوها يعني. فانا سعيده جدا بتستقوى لان هي حاجه بتخدم المراه. تفتكري ممكن الأغنية دي تعند مع الراجل وتخليه يستقوى أكتر ويعند أكتر ويضرب أكتر لأنه بيستفز إن هو اتعرى قدام المجتمع؟ والله القانون هو اللي هيردعه، ده اللي احنا بنقوله. انا نفسي طبعا يعني اللي هم بيشرعوا القوانين المسؤولين يحطوا قانون للراجل اللي بيضرب الست يعني. بس في لازم غرامه في وسجن قوانين في لازم في يعني في بس تتفعل بشكل. لا في احكام قويه على لو واحده اتضربت ونزلت عملت محضر، لا الموضوع ما بيبقاش سهل. ده انت لو ضربتي شغاله دلوقتي ممكن تسجنك. ايوه يعني مظبوط. مش راجل ضرب ست او راجل أيوة. ضرب مراته او حتى ضربتي ابنك، ده ممنوع. انت عارفه في امريكا لو الام ضربت ابنها والجيران سمعوا، يعني لا الابن بلغ ولا حد بلغ، الجيران راحوا بلغوا ان سمعوا الشقه اللي جنبهم الام بتضرب، ياخدوا العيل منك. أكيد ياخدوا أكيد. الطفل هو منك. الأطفال يعني هناك يعني أنا في صحابي هناك مصريين واخدين جنسية أمريكية، ابنها عنده مش عارفة 7 سنين، فقال لها أنتي بتكلميني كده ليه؟ أنا ممكن حالا أتصل دلوقتي بالبوليس ويجوا يقبضوا عليكي. حقيقي. فكانت مرعوبة. قالت يعني مش عارفة ربي ابني هيطلب لي البوليس. فيعني هي سلاح ذو حدين. إنه مرات الأولاد بيتدلعوا بقى، فما تبقيش عارفة إنك تربيهم صح، لأن مرات بيحتاجوا شوية الشدة مش عنف. شدة بطريقة العقاب، انك ما بتسمعش الكلام او ما بتعملش الصح، وانا اكبر منك مثلا وانا امك ولازم تسمع كلامي. يحتاجوا مرة انك تعاقبي، ما تخرجش، مش هجيب لك هدايا، مش هجيب لك هدوم، ما اعرفش، بطريقه ظريفه. لكن الضرب او تعنيف الاطفال دي كارثه، دي كارثه بتطلعهم معقدين نفسيا يعني. وفي النهايه بيطلع يضرب مراته. طبعا اللي بيتضرب في البيت من مامته او من باباه هو اللي بيبقى عنيف وبيضرب مراته. بالزبط. يعني هو العنف بيتولد من التربيه في البيت. دي حقيقة. انت اتضربتي كم مره في حياتك؟ بصي انا هاني سلامه ضربني علقه في خيانه مشروعه. يعني انا طبعا دماغي اتفتحت من هنا وكان دم وبتاع، فالمهم نشفوا لي الجرح وحطوا لي فاونديشن عشان اكمل تصوير. فدي كانت من اصعب الحاجات بقى بصراحه اللي انا يعني في التمثيل كانت تقريبا شبه حقيقه. حتى صعبت على الناس، يعني بيقولوا كان بيسحلك ازاي من الارض، بقول لهم لها طريقه، يعني يبقى ماسكني من هدومي بطريقه معينه بحيث. بس في ناس بتندمج وبتضرب بجد. انت اتضربتي كم مره بجد في السينما؟ لا ما حدش اندمج قوي، بالعكس يعني. هو انا مش فاكره كم مره، بس في حين ميسره طبعا، في خيانه مشروعه، مش فاكره في ايه تاني، مش فاكره. بس الحاجات اللي في السينما دي ممكن تكون دي اللي ساعدت على زياده العنف بره، ان بيشوفوا الضرب وبيشوفوا الحاجات ديت، فدي كان ليها دور في ان الرجاله بتقلد الافلام ويبقى ليها دور. ممكن انتوا دلوقتي تعترضوا ان ما يبقاش في عنف في الافلام عشان الجيل الجديد ما يتعودش على ده. هو لازم ساعات بتبقى الدراما بتتطلب انك تقولي الحقيقه او تعرضي المسلسل او الفيلم او الدراما اللي موجوده على الورق، فعشان تبقى الناس تصدقك لازم تبقى فيها جزء من اللي بيحصل في الواقع. يعني هو تجسيد للواقع، الفن تجسيد للواقع. بس اتمنى طبعا ان ده ما يحصلش، لانه الناس بتتاثر. زي ما قلت احنا قدوه ليهم واحنا مثل اعلى ليهم، بيحبونا فبيقلدونا. فاتمنى يقلدونا في الحاجات الحلوه اللي احنا نبتدي بقى نرسخ فيها عادات وتقاليد الاسره. الراجل لما يعامل الست برحمه وبحنان وبحب وبموده، الست لما تعامل حماتها بشكل كويس وتعتبرها انها امها، ازاي تعاملي طفلك وتتعاملي معاه في سن معين، من سن مثلا وهو بيبي لحد 7 سنين انت بتبقي مصاحباه، بعد كده تبتدي توجهيه. يعني نرجع العادات والتقاليد بتاعت زمان الحلوة عشان ترجع تاني الأسرة العربية كده أسرة متماسكة وفيها تحكمنا عادات وتقاليد شرقية وحاجات كتير قوي نقدر في الفن ان احنا نعرضها. في حياتك الشخصية ضربتي كم مرة؟ لا ماما ابو وردة ده ما كانش بيستناكي في ماما البيت؟ عمرها ما ضربتني. ماما ولا مرة كانت بتبرق. ما استفزتيهاش مرة عمرها كده ما مدت تجيب إيديها. ضفايرك كده؟ لا 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 لا
خالص بجد. انا مش تعملي بقول حاجة كده عشان انا تروح برنامج. ملسوعاكي لا لا لا، وهي ماما بتذاكر لك تنرفزيها. ده الامهات كلها بتذاكر للعيال بالشبشب. بصي يا بوسي، ماما كانت تبص البصه كده انا اهر اخاف من عينيها بفهمها، خلاص من عينيها بفهمها، شكرا، خلص الموضوع. لكن عمرها ما مدت ايدها لا عليكي؟ لا ابدا، بابا ولا انا ولا ضربك؟ اخويا، لا بابا. والله عمره، الله يرحمه كان حنين جدا الاخوات يعني. برضو بيعيشوا دور اخويا كان الرجولة. يخضني يعني، كان يجي من ورايا يفزعني شويه، لكن ما يضربكيش. لا 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 خالص. لا، كنا ما كانش نحدف في بعض ضرب؟ بحاجات يعني ساعات مش عمر ما عارفه في سن حصل ضرب في المراهقه. بيتكم؟ بابا كان بيضرب ماما؟ لا ابدا. بابا ما ضربش لا ماما؟ لا يعني لا لا. زمان أنا كان برضو شفتش. الرجاله يحبوا يضربوا زوجاتهم لا يعني. لا، هو كان حنون جدا وكان متفهم وكان يعني العنف فنان. ده ما مرش في بيتكم؟ لا لا. اخوكي بيضرب مراته؟ لا ما فيش. لا لا لا. ما مرش العنف ما ده. هو ما شافش ده عشان يعمله. مم. انا بعتقد اللي يعني، بس مش شرط على فكره، في حد يشوف ده في حياته فيطلعه، في حد بيبقى معقد نفسيا مريض عنده مشكله ما فبيطلعه، حد ممكن تكون امه عامله له عقده نفسيه في حياته يقوم طلعها على مراته. في قضيه تانية، المخدرات هي منتشره جدا دلوقتي واحنا تعرضنا لها في الكليب في الحاله الثانيه. بالمناسبه رشا على اتبهدلت فكرة هو في الضرب. اللي زود نسبة العنف هي المخدرات. لأن احنا شفنا عيال بيضربوا أمهاتهم ويخشوا يكسروا لهم إيدهم ويفتحوا الدواليب عشان ياخدوا فلوس عشان ينزلوا يجيبوا مخدرات ويشربوها. فيعني ده ما كانش موجود زمان بالكثافة دي. بس أنا بقول إن وحتى الرجالة بتضرب مراتاتها دلوقتي لأنها بتبقى مغيبة في حالة من التخدير، في حالة وهم بيفوقوا ما بيبقوش فاكرين الحاجات دي كارثه. وانا سعيده جدا بالقرار اللي طلع اللي هو الكشف التحليل المفاجئ. ده اكيد هيمنع بلاوي كتيره جدا، لان في ناس مهنتهم بتبقى فيها يعني ارواح ناس، يعني مسؤوليه لارواح ناس، وخاصه اللي بيسوقوا يعني. فدي مصيبه سودة يعني. انت بتعرض حياه بني ادمين للخطر يعني. طب انت، ما هو اللي بيشرب مخدرات ما بيخافش على نفسه، فهيخاف على الناس التانية ازاي يعني. فدي قضيه مهمه جدا، احنا برضو القينا الضوء عليها يعني. احنا بصي الكليب كان بصراحه ما توفيقي الا بالله. توفقنا يعني انا وجميل انه احنا نعمل حاله متكامله. وبعدين عشان ما نعممش والرجاله كلها تقول لا طب انت بتشتمي فينا، لا انا ما بشتمش، انا في كل التقدير والاحترام والشكر. وعملت ده اناونس في الاول يعني انا وجميل. ده هدى الرجاله شويه، مش لان كان ممكن الرجاله تاخد منك موقف. احنا بنقول كل التقدير والاحترام للرجل المحترم المهذب اللي بيحترم قيمة ومكانة ووجود المرأة في الحياة، مش في المجتمع، في الحياة. يعني الست هي الحياة، هي الأم، هي الزوجة، هي المعلمة، هي الأخت، هي كل حاجة. فكده احنا ما حدش يقدر يهاجمنا، احنا بنناقش الناس اللي بيعملوا كده، نماذج معينة في المجتمع. ناس كتير بعد ما نزل الكليب ده وانت يعني ما كنتيش لسه بقى طلعتي ببرامج ووضحتي وقلتي، قالوا ان انت يعني تعرضتي لعنف وضرب في حياتك يعني، او في بيتك، في اسرتك، في زوجك، في الشارع اتخانقتي مع حد اتحرش بيكي، حد ضربك. في ناس ممكن يخبط لك العربيه تزعقي، حد في شغلك تكلميه يبقى عنيف معاكي. يعني انا مره كان في موتوسيكل ماشي جنبي زنق
اتخنق عليا. فانا يعني قلت له خلي بالك انت داخل، فلقيته راح برجله في قلب العربيه، تيك 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 تخبيط برجله، وهو مغيب يعني سايق بطريقه مش مركز مش حاسس فيها. بنفسه. فممكن تكوني تعرضتي لده، يعني الناس راح ليها ان زوجك بيضربك، ان انت تعرضتي لخناقه، ان حصل لك تحرش، ان دي حاجه شخصيه تعرضتي لها، ان انت بتتضربي او اتضربتي. بصي انا على فكره ده الكلام ده من سنين طويله قوي. انا وانا ماشيه في الشارع بمناسبه اللي انت بتحكيه، شفت بنت كانت محجبه لابسه يعني عبايه طويله وطرحه وماشيه في حالها، وولد غلس غلاسه وعمال بيضايقها وعمال بيعاكسها وماشي جنبها ومش عارفه ايه وبيقرب. قمت انا ما قدرتش يعني اسكت بصراحه. قلت له ما تخلي عندك دم. يعني لو كانت هي لابسه مثلا حاجه ملفته او حاجه مستفزه او ماشي عنده حق، لكن طب هتغطي اكتر من كده ايه الست؟ يعني تعمل اكتر من كده. واحده محجبه لابسه طويل من فوق لتحت وعمال بيضايقها وبيعكسها، فاستفزني جدا جدا يعني. طبعا اكيد في حاجات بتستفزك وانت سايقه كتير، بس دايما الواحد بيتحكم في اعصابه يعني دايما. انت بتعرفي تعملي كنترول؟ بعرف. اخيرا كنت الاول بعصب مش عصبيه، لكن كنت مش ممكن تضربي حد. لو حد حاول يعني انا بضرب على طول. انا بضرب يعني انا بعرفش، بضرب أنا بحب ضربات أضرب قاضيه بصراحه. مش عارفه ليه طول عمري انا عندي عنف، يعني ممكن اضرب اي حد لو حد ضايقني. يعني يمكن عشان ماما كانت كده، ماما كانت لما اكلمها تروح تضرب على طول. ماما فيش ده كله ضرب ما كانش عندها ابدا. فانا طلعت كده، يعني لو حد ضايقني ممكن اضرب اي حد. اوكي. عنيفه يعني برضو انا بستقوى. تستقوي. انت ما عندكيش ده، يمكن عشان ماما ما ضربتكيش. بس انا ضربت بابو ورده ده كتير قوي. يعني انا ما فيش حد في البيت ما ضربنيش. عندي 3 اخوات صبيان، ال3 ضربوني. ماما ضربت في المدرسه الاساتذه كلهم يعني انا ما شاء الله. يعني وانا صغيره تعرضت، لان انا يمكن كنت قويه وشقيه واللي انا عايزه وعنيده واصمم على رايي، يعني كنت شويه كده يعني. فانما انت ما ضربتيش حد ابدا؟ ضربت وانا صغيره، ضربت واحد زميلي في المدرسه وكسرت له دراعه وكان قلت مضايقني. لكم هي اللي بتستقوى بقى اهو. اتكسرت له دراعه. وكانت النتيجه ايه بقى؟ انك ما فيش اتكسرت دراعه. طب هعمل ما عملتيش ده تاني بقى؟ ما لا قررتيش ان قعدت اضحك بقى بتعملي كنترول على نفسك دلوقتي يعني؟ هتفضل عايشه مكسوره يا حول الله، ضعيفه يا عيني معذوره في عذاب عيشاه. لو انت تدوس قوي عليها نجيب من تاني يحميها، ومين هيكون سند ليها تعيش وياه. عايزه اعرف برضو، هل ممكن نقول ان الخيانه هي عنف او نوع من انواع العنف ضد المراه؟ شايفه ده؟ اكيد الخيانه عنف ضد المراه، يمكن يبقى مؤلم اكتر من الضرب. يعني انه الست لما بتنجرح في مشاعرها او تعرف ان هي مثلا جوزها او شريك حياتها او حبيبها او بيخونها، فطبعا اكيد ده حاجه مش كويسه بتحس بيها الست، انه جرح كبير ليها. حسيت بعد رجوعك ان ده في اعداء نجاح كتير ليكي ظهروا، وبدات الحرب تعود مره اخرى على سميه، وحسيت برضو ان انت اعداء النجاح دول بداتي تردي عليهم. الاول كنت ايه؟ لا بالعكس انا ما بردش خالص، يعني انا بتجاهل. بتتجاهلي بس بنصحهم بقول يعني عن يعني. اعداء النجاح. فاعداء النجاح انا دول بتسال، انا ما بتكلمش عنهم ولا بجيب سيرتهم، يعني انهم ما يهمونيش باي حاجه اخر همي يعني. لان انا مركزه في شغلي وفي نفسي وفي حياتي. لو انا ركزت مع قلنا وقالوا حد بيحقد وحد بيغير، هيبقوا هم نجحوا في اللي هم بيخططوا له، او هياخدوني في سكه ان هم يشغلوني. هم ما بيشغلونيش، لان هم اقل الحاقدين دول. الانسان الحقود اللي هو بيتمنى زوال النعمه ليكي، او هو متضايق ان انت ناجحه فيفضل يحاربك ويفضل يطلع عليكي اشاعات كذب ويفضل يسوق في شكلك قدام الناس، او يحاول ان هو يخلي شكلك مش كويس قدام الناس اللي بتحبك. ده حد مريض، يعني مريض بجد، مرض يعني
اسمه مرض الحقد، يعني ما اعرفش له علاج ولا لا. بس انا دايما بقول للحاقدين دول، او اللي هم فاضيين، ناس فاضيه قاعده على السوشيال ميديا ما لهمش غير ميليشيات بس يقعدوا يدفعوا لهم عشان يشتموا فيا او في اي حد بيتحارب اي حد ناجح. الشجره المثمره بتتحدف بالطوب، ولو انا ماليش تواجد وانا ناجحه وليا ناس بتحبني ما كانوش حاربوني، فببقى مبسوطه قوي، بضحك بقول لهم يلا تمام حلو، ايه تاني يعني؟ ايه يعني تاني؟ بتحسي ان اعداء النجاح ظهروا، تعرفي ان دي بدايه النجاح؟ طبعا قمه النجاح ان انت لو انت مهمله ولا مالكيش قيمه ما حدش هيعبرك، لكن انت موجوده وموجوده بقوه وناجحه وبتشتغلي، هم مش عايزين كده. يعني الطاقه السلبيه اللي بيصدروها لك، يعني حاله الخمول اللي بتجيلك والبعد والكسل. سمية كده ساعات يجي لها حالات إن بعد تألق فظيع الاقي ان بتنزوي، تبعدي، تختفي فتره، تخنتي، رجعتي، خسيتي، فجاه سبتي كل حاجه وقعدتي، فجاه رجعتي تاني بقوه. فبتبقى الطاقه السلبيه ولا العين ولا زي ما ممكن بتقولوا تبقى في عين، الوسط ممكن. اعمال بتتعمل لا لكم؟ لا لا، يعني ما بحطش في دماغي الكلام ده، بس الحسد طبعا موجود اكيد، يعني ساعات بيبقى حسد، ساعات بيبقى كسل مني، ساعات بيبقى ما فيش مواضيع حلوه اعملها، وانا ما بحبش اشتغل عمال على بطال. في فنانين بيبقوا مقهورين انه ما اشتغلوش او ما نزلوش رمضان، وانا ببقى مستغربه قوي هم متضايقين كده ليه؟ ما هو مش ينفعش الواحد طول الوقت يبقى قدام الناس. عشان كده انا الحمد لله لما بوحش الناس ويفضلوا دايما يكتبوا لي، حتى الفانز بتوعي اللي انا بشكرهم من خلالك يا بوسي، دعمهم وحبهم ليا هو اللي بيديني دايما الباور والبوزيتيف انرجي، بيبقوا دايما مشتاقين. انت فين؟ يلا يلا يا سمية اشتغلي. بصي على التعليقات هتلاقيهم بيقولوا يلا يا سمية، يلا اشتغلي، بطلي كسل، مش عارفه، دايما هم اللي بيزقوكي. انت محتاجه حد يزقك طول الوقت. نقدر نقول جميل مغازي كان ليه دور في انه يزقك ان انت يبقى عندك كويس السؤال ده، عايزين نتوقف عنده شويه عشان اقول لك مين الناس اللي في حياتي دلوقتي بجد اللي هم اللي بيزقوني طبعا، وانا لازم اشكرهم من خلالك. يعني اولا جميل مغازي فظيع ما شاء الله، عنده طاقه بوش، طاقه زق، لانه بيحب شغله، عايز يعمل حاجه حلوه، ومؤمن بسمية الخشاب كفنانه وبيحبني جدا كاخ وصديق كانسانه. فطول الوقت يلا اشتغلي، ما ينفعش كده، انت مش عارفه قيمه نفسك يا بنتي، انت سمية الخشاب يا بنتي، انت عندك ناس بتموت فيكي ملايين، انت ليه بتعملي كده؟ يعني اشتغلي، لازم تعالي نفكر، تعالي نعمل، تعالي طب وليه عامله الغنى، طب وليه كذا. يعني حتى مش بينصحني بس في الحته الخاصه بيه كمخرج كليبات، لا هو دايما حتى في شغلي دوري على ورق، اعملي ورشه، لازم تصوري صور جديده، لازم يقعد بقى يساعدني، يكلمني اصحابه، يكلمني ناس اللي بتكتب مؤلفين كويسين، ويكلمني. فيعني بجد انا بشكره جدا. طبعا عايزه اشكر كل اصحابي وحبايبي اللي هم بجد دعموني في الفتره اللي فاتت دي. ايهاب العدلي ارت دايركتور والستايلست اللي هو انت عملتي سيشن تصوير جنن الدنيا. عماد قاسم، وعايزه اشكر عماد قاسم. السيشن ده تغيير كامل لسمية، والناس ما صدقتش، حتى شعرك طلعتي بلوك، شعرك قصير، صح. اللبس كان فظيع، واختيار الابيض في اسود والمناسب ليكي، الميك اب بتاعك يعني كان متكامل. فانا يعني حسيت ان انت وراكي منظمه في حد فالمنظمه دي ايه بجد مش بيسيبوني، يعني مش بس السيشن وخلصنا ولا الكليب وخلصنا، هم دايما معايا حتى على السوشيال ميديا، بنصبح على بعض كل يوم، بقينا اصحاب قوي واخوات، بيتابعوني. سمية هتلبسي ايه النهارده، هتعملي ايه النهارده، ولازم كل يوم تبقي لابسه ما اعرفش، لازم تبقي دايما شعرك معمول كذا، لازم تبقي دايما كذا. فطبعا ايهاب يعني هو بجد قائد المسيره بتاعت البوش للبوزيتيف، يعني بشكره جدا، اخويا طبعا يعني وحبيبي. هو اللي كان مسؤول عن طلتي الفتره اللي فاتت، يعني انه اختياره للالوان وده مهم. انت كنت طول الوقت ما كانش عندك ستايلست، لان انت اساسا ماما ديزاينر، وانت بتفهمي، وكان عندك خط لاين باسمك، عامله لبس وازياء، بس لازم دايما ما تروحيش لذوقك انت، دايما تلبسي يعني من ذوق حد تاني. الجيل الجديد كله دلوقتي بقى عنده ستايلست، يعني صحيح. الفنانين كلهم ماشيين دلوقتي في المهرجانات بينقلهم اللبس على الريد كاربت، خلاص ما حدش بينقي نفسه. كان الاول الستايلست ده او اللي بتختار الملابس دي كانت موجوده في الدراما، لكن في حياتهم الخاصه ما كانش موجود. دلوقتي كله ماشي بستايلست، لان انت بتختاري، انا النهارده لابسه ذوق بوسي، لكن في ملايين عايزه تشوفك باللبس اللي من ذوقهم وكده، فانت مش هتقدري تختاري ذوقك طول الوقت. فحلو ان انت وصلتي ان يبقى معاكي ستايلست يختار لك. هل دي كانت خطوه صعبه؟
بالنسبه لك؟ بالعكس، كانت جميل، هو اللي ساعدني عليها. ولما طبعا ايهاب عمل لي بتستقوى كارت دايركتور وكستايلست، وعملنا يعني كليب طلع على احلى ما يكون، وما كانش في حد بينتقد خالص، لان كنت طالعه فيري سامبل، فستان طويل ومقفول وما فيش اي اكسسوارز، لانه انا ما حبيتش يبقى في بهرجه او انه اضيع حلاوه الدراما بغلطه في لبس او في لون ما ينفعش يتحط في اغنيه او من النوع ده يعني. كمان مصمم ازياء شريف نصر، انا احب اشكره جدا طبعا، هو برضو طلتي في كل اللبس اللي اتعمل ده، هو اللي كان عامله. ناس كتير كانت مش مصدقه ان ده لبس معمول يعني، لا هو يعني في السيشن وفي الكليب والنهارده هو اللي عامل لي فستان الاصفر الجميل ده، فانا بشكره جدا. امين اللي عامل لي الميك اب الحلو ده، ومحمود عامر اللي عامل لي شعري، فهم يعني مش سايبيني. الشعر القصير عليكي حلو، ليه ما قعدتيش بيه شويه؟ هو اكستنشن، كنا بنلم الشعر بنحط اكستنشن، جزء منه شعري وجزء منه بس النهارده قلت اغير شويه يعني. لكن حبيتي الشعر القصير لان سمية مشهوره بالشعر الاسود الطويل يعني. صح. ده يعني ما تيجي واحده تقول للكوافير اعمل لي شعري اسود ليس زي سمية الخشاب، يعني ده بقى بتاعك اللوك ده، ولكن الناس برضو عايزه تشوف التغيير. يعني انا كان شعري اسود زيك، رحت للاصفر الابيض كمان، لان الواحد طول الوقت محتاج ان هو يغير. صحيح. فلوك الشعر القصير ده ممكن تعيشي معاه فتره، ولا حبك لشعرك الطويل ما يخليكيش ترجعي له؟ لا هنعمل ده وده، هنعمل كل الحاجات ان شاء الله. صحيتي يعني خلاص يعني فوقتي ان انت تركزي في سمية. في سمية. امتى بتاخدي القرار ان سمية اهم من اي حد؟ لسه اخده قريب بصراحه. لقيت ان دايما بدي طاقتي اللي حواليا وعلى حساب نفسي، وبنسى نفسي دايما، بنسى عشان اللي حواليا يبقوا مرتاحين او انه يكونوا في محنه فاقف جنبهم فزقهم لفوق، وبالتالي انا عماله بنحدر، او انه على حساب صحتي، على حساب نفسي، على حساب شغلي، على حساب الناس اللي بيحبوني. فقلت لا، والمقربين مني يعني دايما المقربين مني، اصدقائي المخلصين اللي بيحبوني. سمية لازم تاخدي بالك بقى من نفسك، سمية انت مهمله نفسك، سمية انت سايبه شغلك، ما ينفعش، انت فين؟ انت ما بتظهري بتولعي الدنيا. طب يعني ليه بتعملي كده؟ ليه الكسل؟ وليه انه لا، حبي نفسك بقى شويه، ولازم تحبي نفسك. وانا بقول واحد لازم يحب نفسه عشان يعرف يدي حب للتانيين. ازمه الدراما اللي بنعيشها، وازمه المسلسلات، وازمه الفلوس، وازمه الانتاج، وازمه الورق، وازمه المخرجين، وان يمكن الفتره دي انا بشوفها من اصعب الفترات اللي عدت على الدراما المصريه. هل ده اللي خلاكي ان انت تتجهي للغنى؟ لان مجال الغنى اوسع، ممكن تسافري، ممكن تروحي، ممكن تعملي اسرع من المسلسل والتلفزيون، ولا انت ما حسبتيهاش كده؟ يعني ما حسبتهاش، لانه انا بحب الغنى جدا، وكان هو اساس الموضوع الغنى مش التمثيل، وجا التمثيل شدني من الغنى بقوه، والحمد لله ربنا يعني وفقني والناس حبتني، بقى عندي شعبيه كبيره الحمد لله كممثله. بس حته الغنى دي كان نفسي حلم انا احققه، وهم برضو اللي كانوا بيشجعوني لما عملت الالبوم الاول اللي هو هيحصل ايه، ونجح جدا مع الناس وحبوه الفانز جدا. بعدها كسلت، كنت بدات فعلا اعمل حفلات واشتغل لايف وكده، بعدها كسلت برضو واتاخرت يعني تعطلت. فبداوا يقولوا لي سمية لا يلا غني، حتى في الشارع يعني بتبقى وانا في البنزينه مثلا الناس بيحطوا لي بنزين، فين يا مدام سمية الاغاني؟ انت ناسيه الغنى، على التمثيل اخدك من الغنى، احنا بنحب صوتك، انت احساسك حلو قوي في الغنى. فدعم الفانزات ليا في الفتره اللي فاتت، وزن جميل للمغازي جميل المغازي، زن جميل كتير، زن لمصلحتي يعني، اقصد اقول انه نصايح طول الوقت. يلا انت اختفيتي، رحتي فين؟ مش كنا هنشتغل نعمل ما اعرفش، يلا. محمد رمضان هيعمل حفله لايف برغم انه ممثل، ولكن انه بيطلع بيقول اغاني والناس حباها، فالاسبوع الجاي عنده حفله لايف هيطلع على المسرح. هل ممكن سمية الفتره الجايه، لان مفيش دراما وخلاص موسم رمضان خلص ولسه التجهيزات بعد كده ومفيش فلوس للقنوات والازمه اللي انت عارفاها دي، تستغلي الفتره الجايه انك تعملي حفلات لايف وتطلعي بقى ان شاء الله؟ ما انا اشتغلت لايف قبل كده واشتغلت حفلات كتير وكانت حفلات ناجحه جدا، بس
رجعت اتعطلت، يعني يجي مسلسل يروح معطلك فتضطري تعتذري لان انت ملتزمه بتصوير وبمواعيد تصوير، فبتلغي حفلات، تلغي. لكن دلوقتي لا خلاص ان شاء الله مركزه قوي ممكن هشتغل تعملي لايف، حفلة اكيد لايف. هشتغل لايف ان شاء الله ان شاء الله. ممكن تعملي حفلات بره طبعا في اي مكان اكيد. لحد دلوقتي انا يمكن اول امبارح بيتعرض عليا حفلات في امريكا، في من المنظمين الحفلات بتوع امريكا، يعني انه اعمل حفله هناك وعروض كتير، بس كمان محتاجين ان احنا نعمل حاجات تبقى في اللايف، لان مثلا بتستقوى مش اغنيه لايف، دي اغنيه معظمها دراما وحاله. لكن البلاد العربية بقى منظمة المرأة في البلاد العربية، في دبي، في الكويت، في السعودية، الحاجات اللي في تونس، في المغرب، هل ما كانش في تواصل معاكي ان هم يستغلوا الأغنية دي في منظماتهم وندواتهم وحضورهم، ان يتعمل لك ندوات وتعمل لك تكريمات؟ يمكن انت عملتي أغنية انا فاكرة في دير جيست اتكرمتي عنها، فاكرة كانت أغنية عن ايه؟ كان أغنية وطنية او كانت ايه اللي خدتي فيها جايزة لفلسطين؟ فهل انت شايفه الاغنيه دي ممكن يبقى ليها دور في التواجد ليكي ان انت تبقي موجوده في المنظمات العربيه ديت بقوه بالاغنيه دي الفتره الجايه؟ اكيد ده اللي جاي في الايام الجايه ان شاء الله، وعندي اكتر من تكريم في بلد عربي وكضيفه شرف في مهرجانات لمجلس القومي للمراه. بالفعل انا قعدت مع رئيسه المجلس القومي للمراه في العراق واتكلمنا كتير، وكانت مبسوطه جدا من الاغنيه، وده قالت لي لا ده يعني احنا العنف عندنا برضو كتير جدا وده الشعار بتاعنا انه ستوب. وقعدنا اتكلمنا في الموضوع كتير وحصل بينا اتفاقات. ان شاء الله في الايام الجايه بقى هتشوفي حاجات كده يعني. في العراق كان في اغنيه غنيتيها خليجي تناولوها على السوشيال ميديا، ايه مشكلتها؟ كانت ما فيش مشكلتها، انا عييت هناك لانه هناك الجو كان برد قوي قوي، والاماكن التدفئه بتاعتها عاليه جدا، فبتدخلي جسمك يعرق وتدفي وتطلعي تتلطشي. فده حصل لي 4-5 مرات قبل الحفله، وكانت في عيد الحب. عييت وسخنت وكان صوتي راح تقريبا، ما كنتش عارفه اغني يعني. بس الناس طلبت مني ان انا اغني، غنيت اغنيه وكانت حلوه جدا. وجيت في الاغنيه الثانيه اللي هي الاغنيه العراقيه نسيت الكلام، وفي نفس الوقت صوتي حشرج ما كنتش قادره اغني. بس سابوا كل الاغاني الحلوه، وقبلها بيوم كنت على تلفزيون العراق ومغنيه لايف من غير مزيكا من غير حاجه، وصوتي كان مظبوط وكل حاجه. سابوا كل ده وجم على الكلمتين بس اللي انا صوتي راح فيهم وراحوا حاطينهم، يعني تصيد حد بيتربص لك يعني عادي، مش يعني مشكله زي شيرين كده، ولا يفرقوا معايا. بيتربص لها ان ممكن يمنتج وياخدوا حاجات ويحطوا حاجات وفي ناس اعدالها برضو مش عايزاها تطلع او مش عايزاها تبقى موجوده، عايزين صوتها ما يبقاش موجود، فبياخدوا حاجات يركبوها او يطلعوا حاجات ويجسدوها ويكبروها في السوشيال ميديا. فهل حاسه ان في حد متربص لك، ان بيقعد لك على السوشيال ميديا بينقي لك، بيتصيد لك الاخطاء؟ في طبعا، وفي ميليشيات بيدفع لها فلوس وبيطلعوا يخبطوا فيا من فتره، يعني معروف مين اللي بتعمل كده، يعني معروفه الناس كلها عارفه. بس انا بقول يعني واعتقد ان انستجرامك اتهكر كذا مره، لان عادي يتهكر مش مهم، هطلع اعمل انستجرام تاني. بتعملي كل ما يكبر يتهكر بالظبط. كل ما انت اول واحده انا كل مره بحط ارجع للناس اقول لهم ده انستجرام سمية يا جماعه، كذا مره الاقي المشكله. لا ان شاء الله هيتوثق بقى ومش هيتهكر تاني ان شاء الله. عندك كام فانز دلوقتي؟ عندي فانز كان في الاول ملايين، دلوقتي يعني لسه عاملاه قريب يعني، فمش عددهم مش كبير. لكن بقى عملت شانل على اليوتيوب الحمد لله وبتتوثق دلوقتي. دي غنائيه ولا هتبقى لكل اعمالك؟ لا لكل حاجه، ما هي قناه على اليوتيوب بتحطي فيها بقى كل اعمالك وكل البرامج بتاعتك، الحفلات اللي هتغني فيها، كل حاجتك. فدي حاجه لذيذه قوي. الحاجات ديت بجمع لسه، وانا بشكر شركه قنوات طبعا هم متولين الموضوع ده. هم بيبتدوا يجمعوا معايا الحاجات كلها بتاعتي. وطبعا انت عارفه ان في حاجه اسمها حقوق ملكيه، في حاجات نقدر نحطها، في حاجات مش ملكنا، فلازم نستأذن المنتجين لو يقدروا يدوا لنا مثلا جزء من مسلسل كذا لانه الناس بتحبه. فيعني في حاجات كده يعني. لكن طبعا كسمية كالغنى لا، الغنى طبعا انا اللي بنتج، فانا من حقي ان انا احط كل حاجتي على اليوتيوب. بس انا حابه فكره الشانل لانه بتحسي انه ابنك بتربيه بتكبريه، الشانل بتكبر، سبسكرايب بيكبر، كل المشتركين بيزيدوا عندك، بتحسي انك مبسوطه، ناس بتدخل تبص على القناه بتاعتك تشوفك عملتي ايه جديد، ده بيديكي بوش اكتر ان انت تشتغلي.
تعملي ماتيريال جديد، طول بقى بتتصوري دايما، تعملي فيديوهات، تطلعي لايف للناس. كل الحاجات دي ما كانتش الاول موجوده، فدي حاجات تفتح نفسنا ان احنا دايما نبقى متواجدين متابعين الناس اللي احنا بنحبها. بتاخدي اراء الفانز الديجيتال بتوعك وبتسمعي أكيد. كلامهم وكده؟ اكيد اكيد يعني بسمع لو كلامهم. انتقدوكي في حاجه وقالوا لك لا سميه مثلا الاصفر مش لايق عليكي، ممكن تغيري الاصفر، ما يعني بسمع ممكن كلامهم تلتزمي عشان هم معاه. امنين وبيحبوني، وانا بعرف مين بيحبني ومين بيبقى غيران او متضايق او حاقد على النجاح، بيبان الفرق يعني. مين بارك لك من زمايلك؟ كتير كتير باركولي على كتير. الاغنيه اول ما الحمد نزل لله. اول حد ريهام عبد الغفور. بشكرها قوي يعني طبعا. وكتير بقى كتير طبعا مطربات كتير يعني طبعا أصولة دي حبيبة قلبي، دايما هي يعني بتشجعني ودايما متابعاني. النهارده عيد جوازها بنبعت لها حبيبة قلبي كل سنة وانت بألف خير يا حبيبة قلبي. يا رب وطارق وكده تبقوا دايما في حب وسلام يا رب. في حد من الفنانين قال لك انا حصلت لي يعني انا اتضربت، انا بتضرب، انا عندي المشكله دي اثرت فيه الاغنيه، جت على الوتر الحساس ليه؟ كنت انا وانت بنتكلم على الريبورت اللي عاملينه اليوم السابع، يعني شفتي كميه الفنانات اللي هم طالعين بيقولوا احنا اتضربنا من ازواجنا وبعنف، يعني كتير نجمات مش من مصر بس، من الوطن العربي كله. انت عملتي الاغنيه دي من انتاجك، ممكن تعملي فيلم او مسلسل فتره جايه من انتاجك ولا ده مش في؟ صعب شويه، بتتكلف قوي كتير، يعني عايزه مبالغ كبيره، عايزه شركات ودعم كبير وخبره، ما اقدرش اعملها، اخاف. الفترة اللي اختفيتي فيها كل الناس قالت ان سمية حامل، مش عايزة حد يشوفها، وهي حامل بيحملوني ويسقطوني ويطلقوني ويجوزوني طول الوقت. وهي بتخاف من العين، فمش عايزة حد يشوفها، وهي يعني انه مش قوي كده، ما عنديش الفوبيا دي اللي بعض الناس بيقولوها انه العين ومش العين، لا ما عنديش الفوبيا دي. انا بسلم امري لله ودايما يعني بعمل خير ونيتي سليمة، ما بضايقش حد، ما بهتمش بحد، يعني مخليني في حالي، يعني انا في حالي ما بضايقش حد، ما بحقدش على حد، في سلام عندي جوايا، فده عامل لي قوة. فما بتأثرش، يعني ما بيفرقش معايا عين او مش عين، ربنا اللي هو كاتبه انا هشوفه، يعني سواء كانت عين او حاجة تانية. عملتي لحنتي، ودي كانت تاني تجربة ليكي في التلحين؟ لحنتي قبل كده دي الثالثة والرابعة جاية في السكة، والرابعة جاية ممكن كمان تكتبي يعني خواطر تبقى صعب. أغنية؟ صعب. أنا بدي الفكرة، يعني قلبي يا ناس اديت الفكرة لهشام صادق، قلت له أنا عايزة أقول إن أنا بسمع هموم الناس، بساعدهم وبقف جنبهم وبدعمهم، ولما أنا بيكون عندي مشكلة بلاقي نفسي لوحدي، ما حدش بيدعمني ولا بيقف جنبي ولا حد بيبقى دعم ليا او بيطبطب عليا. فعايزه اقول قلبي يا ناس تعبان من اللي بياخدوا خير وما يدروش، شايل كتير في حمول لناس قلوبهم لا ما بيرحموش. فلقيته بيكتب، يعني فانا كتب، يعني بقول له كلمات هو بتستقوى، يعني مثلا بتقول له ليه الراجل بيستقوى على ست فسمناها بتستقوى، راجل لازم يبقى حنين فكتب ده راجل، لكن يعني ما تقدريش حنيه. تكتبي اغنيه كامله؟ لا شاطره شاطرتين ممكن، لكن ما كملش، صعب يعني. التلحين محتاج دراسه، هل انت؟ لا خالص مش محتاج. لا، في ملحنين كتير واساتذه ومش دارسين. تيمه اللحن او النغمه، لما يجي لك تيمه لحن في دماغك ان انا عايزه اغني الاغنيه او تدندني اللحن بينك وبين نفسك، بتبقي عارفه خط اللحن ماشي ازاي. هي مش محتاجه دراسه قوي، انا دارسه في كونسرفاتوار، بس انا التلحين بالنسبه لي هو موهبه. يعني انا هي موجوده عندي من زمان، وانا لحنت لنفسي في كلم بعجله راضي في الالبوم بتاعي، بس ما حدش انتبه قوي من كتبت اسمي سمية الخشاب، بس اكتر الاغنيه دي عشان كده جميل قال لي نكتب الحان وغناء. مش عايزه اكتبك مغنيه لوحدك واللحن في التتر في الاخر، لا انا حابب اكتب غناء والحان، الحان وغناء. ما فيش ملحن كلمك قال لك خليكي في الغنى ما لكيش دعوه بالتلحين يا لا سمية؟ لا بالعكس قالوا لي ايه ده انت بتنافسينا، لا بجد. يعني ممكن تلحني لحد غيرك؟ ليه لا، ممكن طبعا. يعني مثلا مطربه جت قالت لك والنبي يا سمية اعملي لي لحن للكلمات دي تعملي لها ده، ولو منافسه ليكي تعملي لها عادي ده؟ بالعكس عادي، ما عندكيش مشكله يعني؟ ابدا. كل واحد له صوته، له رزقه، كل واحد ربنا بيديله رزقه. ما ده انا بقوله، ان انت اما تبقي دايما عندك قناعه وعندك رضا انه ما حدش بياخد رزق حد، كل واحد ربنا بيديله الحاجه اللي يستحقها اللي هي مكتوبه له. فالواحد لو عنده قناعه دي مصدقه مش هيتعب في الحياه، مش هيبص لحد. اكيد الناس لو تعرف ان كل حاجه مكتوبه تريح نفسها. يعني انا مش عارفه بصراحه اللي بيحصل ما هي دي قله ايمان على فكره. يعني كل ما البني ادم قرب من ربنا وكان عنده ايمان هيعرف انه ربنا هينعم عليه بالرضا
ده رزق من عند ربنا، الرضا انك تحسي انك راضيه، انا راضيه بحياتي الحمد لله، انا احسن من غيري الحمد لله، انا عندي صحه كويسه الحمد لله، انا بشوف في ناس ما بتشوفش، ده انا ربنا فضلني الحمد لله، بصحى الصبح من النوم الله ده انا عندي بيت مثلا الحمد لله، في ناس حرام ما عندهاش بيوت، ربنا كرمني، ربنا فضلني، ربنا اداني نعم كتير قوي لازم احس بيها، بس من كتر ما احنا ربنا ادانا حاجات كتير قوي حلوه ساعات بعض الناس بينسوا يعني. فدايما لازم نشكر ربنا، نقول له الحمد لله على كل حاجه حلوه بتعملها لنا، الحمد لله ان انت بترزقنا بكده الحمد لله. فبالتالي اللي عنده رضا مش هيقول لحد انت ليه عندك وانا ما عنديش، هو ده ليه عنده كذا، هو ده اللي بياخد اجره كذا، هو ليه ده هو بيعذب نفسه، نار بتاكل فيه، انه وهو تمني زوال في النعمه الاخر ده بالظبط طبعا بالظبط. هو الاخر اللي بياكل في نفسه الحقد ده دايما هو اللي ناره بيتحرق. بتحرقه دي حقيقه. في الفانز بتوعك باعتين اسئله بيسالوكي ممكن تعملي حفله في اسكندريه لاهل اسكندريه اهل بلدك؟ اول حفله عملتها في اسكندريه كغنى كانت في الاسكندريه وحضرها 30,000، وكلمني الكينج محمد منير يومها قال لي ايه يا بنتي ده، ايه يا بنتي ده، انا سمعت ان جمهور فظيع جالك وعدد وبتاع، لا هم عايزين كان فرحان بيا قوي. الفتره الجايه غير اللي اكيد فاتت. هيحصل، ما انا بقول انه اول حفله كانت ليا في بلدي اسكندريه يعني وكل التحيه والتقدير والحب لاهل بلدي اسكندرانيه طبعا يعني. عندك مشروع غنائي مقبل؟ خلاص قربنا بنعمل حاجه مختلفه تماما عن بتستقوى. انت وفوفا مش هتعملوا حاجه مع بعض؟ حبيبه قلبي ليه لا، لو في موضوع حلو ان الناس حبتنا الناس مع بعض بتحبك لغايه دلوقتي ونجحنا مع بعض يعني. حتى ما عملنا دراما في الحقيقه والسراب وكان مسلسل تقيل ابدعنا فيه. تقدري تقولي لي لماذا انت متكاده ومتغاظه، تقدري تقولي لي لماذا انت متكاده ومتغاظه. ربنا خدت الخير اول خطوه اول خطوه، يا مهشك ويا مهشك من غير ومن غير. انت فاكره نفسك ست، ده انت 6 اشهر يا بنت، يا بنت انا افرمك واتويكي واعمل لك فضيحه عنك. بيقولوا لك شايفه اغنيه بتستقوي ايه بالنسبه لخطواتك الغنائيه، شايفاها فين؟ في علامه وكتير من الفانز كتبوا لي برافو سميه، دي هتتحسب لك في تاريخك كفنانه كدراما وكغنى. سمعوا صوتي بشكل مختلف، حبوا احساسي، صوتك المره دي مختلف، حاسه قوي بالموضوع، حبينا نبره صوتك في الاغنيه، حبينا الدراما، انت جمعتي بين التمثيل والغنى في حاجه واحده، عمل فني متكامل، شابو. تعليقات بقى كانت بتكتب لي كده كتير الحمد لله يعني. بقول لك انت بتهاجمي الراجل المصري بالكليب ده بالتحديد ولا؟ لا خالص، بالعكس في رجاله مصريين كتير 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 جدا محترمين وولاد ناس وبيقدروا الست وبيحطوها فوق راسهم وجوه عينيهم، في كتير رجاله محترمين. وانا يا جماعه الموضوع ده انا برجع اقول تاني، انا عملت اناونس في اول الكليب، كتبت اول قبل ما الكليب يبتدي شكرا كل التقدير والاحترام للرجل اللي بيحترم قيمه ومكانه ووجود المراه في الحياه. فانا شكرت الرجاله المحترمين قبل ما اعرض نموذج من الراجل اللي هو بيعنف المراه، او الراجل اللي هو ما ترباش بشكل، او راجل مريض، او راجل عنده مشكله مخدرات فبيضطر ان هو يلجا الى العنف. دي حاله فنيه، حاله فيها قضيه، هي قضيه كبيره بس ما بخصش بيها حد، دي موجوده في الوطن العربي كله، موجوده في العالم كله. في بلد ده تركيا. تركيا عندهم العنف ضد المراه ده مش طبيعي اكتر من اي بلد تانية بشكل مش طبيعي. فكل بلد فيها يعني. بيقولوا لك الفتره اللي اختفيتي فيها عنا كنت بتعملي ايه؟ تاكلي محشي، بتلعبي رياضه؟ كنت بطبخ. بتعملي ايه الفتره اللي فاتت؟ كنت بتعملي فيها ايه؟ عايزين يعرفوا اختفيتي عنهم جمهورك والفانز بتوعك. كنت ناسيه سميه شويه، وكنت يعني مديه حاجات تانية اهم من حجمها اكتر من نفسي، بس بعدين خلاص دلوقتي انه يعني رجعت لكم تاني. الحمد لله على السلامه. اتعلمتي ايه في الفتره اللي فاتت وبعدك عن شغلك وجمهورك؟ ايه الدرس اللي خدتيه في الفتره اللي بعدتي فيها دي؟ شغلك هو كيانك، صحتك اهم من اي حاجه،
انت حبي نفسك واهتمي بنفسك وحبي سمية علشان تقدري تحبي تدي للي حواليك، اديها حب واهتمام ورعاية عشان تقدري تدي للي حواليك الطاقة الإيجابية دي. مين اكتر حد حب سمية؟ أمي حبيبة قلبي، أكتر واحدة حبتني وادتني من عمرها ومن اهتمامها ومن صحتها، وقفت جنبي ودعمتني طول رحلتي في الفن. اللي بيحبوا سمية بيغيروا من نجاحها؟ اللي بيحب ما يعرفش يغير. السؤال ده حلو قوي. بس اللي بيحب ويغير من النجاح ده يبقى هو اوريدي ما كانش بيحب، يعني هو في عنده غيرة او في عنده حقد. لكن اللي يحبك هيحب لك الخير، اللي يحبك هيزقك هيدعمك هيطلعك يقف جنبك يساعدك، ده اللي بيحبك. ما هي معروفة واضحة يعني. في سؤال كمان جاي بيقولوا اللي في ولاد اخوكي كانوا في الكليب احفاد ماما حبايب قلبي. ايه بقى واخدين منك؟ هم حبوا قوي يطلعوا في الكليب، وانا قلت لهم انا الكليب بتاعي فيه اطفال، قالوا لي بليز عاوزين نمثل. هتمثلوا ولا هتفضحوني؟ خلي بالكم المخرج مش هيهزر معاكم. جميل ده لا جميل ما بيرحمش. هيزعق لنا. قلت لهم مش هيزعق لكم، بس هيقول لكم شكرا ميرسي اتفضلوا استريحوا هجيب غيركم. قالوا لي لا هنمثل وكده. في الاول بقى كانوا بيضحكوا، فهو اتجنن قال لي بيضحكوا مش قادر بيضحكوا. ساندرا بتجري ماما بتضحك. يا مامي احنا مش في النادي يا مامي ده قعدت اشرح لها بقى الحاله. بس هي والله ما شاء الله عليهم عملوا الشوت حلو قوي قوي، والناس عجبوا الناس وبقوا يسالوا عليهم يقولوا البنت الاموره اللي طالعه في الكليب بتجري وبتصرخ فعملوه جميل قوي وكانوا لطاف قوي. انا بقول لهم بحبكم لاف يو. حاسه حد منهم ممكن يبقوا زي سمية؟ ساندرا عندها ميول فنيه وبتموت في الرقص، بتحب الرقص جدا، بتعمل كليبات لنفسها، بتدخل حضرتك في التليفون بتعمل بلاوي وعلى السناب وتعمل ما اعرفش الفيسز الكذا والبوزات اللي ما اعرفش ايه والايه. لا مجرمه يعني ما شاء الله عليها يعني. ما شاء الله. يلا ان شاء الله يا رب يبقى في واحده في العيله تانية ممثله ان شاء الله. ساندرا الخشاب يعني ابدأي نمي عندها الموهبه وخديها. بعمل كده. كان في 3 ستات كمان في دول برضو حد معارف ولا 3 نماذج للستات؟ 3 نماذج وهم ورضوى يمكن اول مره تمثل في دراما. هي رشا بقى اللي اتضربت، اللي في تاني حاله كانت الحامل دي اللي اتضربت اتبهدلت بصراحه، يعني اتبهدلت جامد قوي، اتضربت جامد وكانت متحمله وقالت لا انا هعيد ومره 2 3 لازم الدراما تطلع صح والشوط يعملوا زي ما المخرج عايز وكده. فانا بشكرهم كلهم بجد، كل الممثلين حتى الشباب اللي مثلوا دور الشباب. اول واحد كان بيضرب البنت في الشارع ده اول مره يمثل على فكره. احمد اسمه احمد. كان ليه ما اتضربتيش في الكليب؟ انا اتخانقنا، السؤال ده اول مره يتسال لي انا وجميل كده، نتخانق على الموضوع ده انه هو كان عايزني انا اللي امثل الحكايه لازم تتضربي. قلت له لا دي حاله انا عايزه اكون الراوي. انا اللي اروي، انا اللي احكي مأساة الستات. بس احيانا الواحد يعني لما يشوف الهيرو بتاعته بتتضرب تصعب عليه، بتكسر حاجه عنده او كده. يمكن دي وجهه نظر جميل. هو عوض ده، هو احنا رضينا جميع الاطراف عشان ما نتخانقش. انت كان نفسك تتضربي؟ لا اتضربت في تمثيليات كتير وافلام. لا ما كنتيش عايزه ده ان يعني لا ما كنتش عايزه انك تبيني انها انها حصلت لك فعلا او ان الناس تتعاطف اكتر. انا كنت طالعه اعتب على الراجل اللي بيستقوى بعضلاته على الست، بقول له بتستقوى، بتيجي عليها وتهينها ومبسوط انك الاقوى، بتضربها بتكسرها. فانا اللي بقول له ده بتضربها هي. فكان لازم ابقى الكلام متناسب مع هو اكتفى جميل بميك اب او حاجات؟ لا هو اللي اقترح على موضوع المرايه، وكنت في الاول بقول له ايه يعني كنت رافضه تماما فكره ان انا اطلع يعني بتضرب او كذا. قال لي يا حبيبتي بس سيبيني اسمعي الكلام مش عارفه ايه لازم عشان نحط كل الحاجات وكذا. اما عمل شوط المرايه بقى اللي فيه هي مضروبه وبتفتكر اللي جرى لها وما بتنزل الشارع بتشوف حالات. فكانت حلوه قوي التركيبه على بعض. يعني ربنا الهمنا ان هو قال حاجات وانا اديت له رايي في حاجات. ما كانش ديكتاتور بصراحه وقال لي لا ما ينفعش او كده، لا كان بيتناقش معايا بنقنع بعض لغايه ما وصلنا للحاله المتكامله اللي انت شفتيها دي. الصوره دي منين؟ فين؟ الصوره دي كانت من سنين. لا خالص. لا خالص. اكتر صوره بتحبيها في الصور دي؟ اللي تحت دول كلهم كل واحده ليها. انا مش فاكره الصوره دي كان مصورها لي مين الحقيقه، انما
فيها حاجه من ادعيه رمضان اللي هتعمليها، يعني تنفع افيش انك داخله على دعاء هنا بتدعي في حاجه هنا كنتي؟ مش عارفه بس هنا بحب ايه فيهم، بحبهم كلهم. كل واحده فيهم لها حاله خاصه في كده. سيشن جديد هيتعمل الفتره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله. مفيش كسل بقى. بيسالوا برضو عن ادعيه رمضان. اتكتب ان انت هتكوني متواجده في رمضان بس من خلال ادعيه وهتقوليها. لا ده كان اقتراح، انه انا عندي 15 دعاء ديني كنت غنيتهم في اسكندريه زمان شويه، يعني في اذاعه اسكندريه، ما اعرفش هم موجودين دلوقتي ولا لا، بس انا هحاول اتواصل مع تلفزيون بقى اسكندريه، هم كانوا بيعرضوهم قريب قوي في قبل الاذان، وتكمليهم 30. اعيدهم تاني مش لازم يعني 30 ممكن يتعادوا يعني، بس كانوا ما هو لازم قوي. كل يوم دعاء مثلا قبل الفطار او أيوة. كده ينزلوا يعني بالظبط. كانوا يعني من انتاج تلفزيون اسكندريه وقتها يعني. فما عنديش حتى كان نسخه منهم يعني اساسا، لكن ده المشروع ده مش جاهز. ليه؟ لا بالعكس، اتمنى ممكن يجهز وممكن طبعًا يتعمل طبعًا يعني. طبعا. حاسه ان متضايقه ان رمضان مش هيبقى فيه مسلسل عمري وتقعدي على فكره ما تستني اتضايقش، لا لا ونعمل مبسوطه دعوه قوي. على السحور ونحتفل. لا أنا بس كل سنه كنت بعمل لك دعوه على السحور يا سمية. ما احنا بنحتفل دلوقتي اهو الحمد لله بتستقوى، ومش شرط ان يكون موجوده في رمضان، يمكن بعد رمضان ان شاء الله بقى ابتدي اركز وتبقى في حاجه كويسه، وعندي حاجات دراما بعد رمضان ان شاء الله، وعندنا سينما ان شاء الله مع جميل، عندنا يعني في كذا مشروع جايين ان شاء الله يعني. فانا عمري ما اتضايقت اني مش نازله في رمضان، بالعكس ببقى عايزه كده اركز في الصيام واروق كده يعني انت بقى لك كذا. عايزه اقول لك رايه وسكينه كان في رمضان رمضان كنا نجري نفطر بسرعه كلنا ونجري على نصور الحلقات، كانت على الهوا ولازم يبعتوها وتتشحن عشان تروح البلاد المحطات العربيه اللي كانت بتعرضها، فما كناش بنرتاح خالص ولا بنقعد مع اهلنا ولا بنشوف بعض. كانت حلوه طبعا، احنا نفطر كزمايل مع بعض كلنا طبعا، بس لكن له قدسيته كده. يعني ساعات ما كنتش عندي شغل في رمضان اقول اقعد بقى مع اهلي بقى وانبسط واطبخ وحاجات كده. انت بيتوتيه كده على طول كتير بيتوتيه فعلا. ما تعلمتيش انك تغيري الصفه دي؟ لا هو مش عيب ابقى بيتوتيه، بس يعني لازم تخرجي شويه زياده عن اللزوم، مش حلو. تخرجي تشوفي اصحابك، تزوري اهلك، تشوفي شغلك، تعملي تتحركي. انتظروا مفاجأة هتفجرها سمية الخشاب. سمية انت اتطلقتي؟ قرار الطلاق كان من 6 شهور، وكان قراري وخدته بعد تفكير طويل، ورفعت قضية طلاق للضرر. بجد ميرسي قوي يا بوسي على المقابله الجميله دي، وبشكرك، ودايما يا رب مع بعض من نجاح لنجاح. وميرسي قوي على الاستقبال الجميل ده وعلى الاحتفال الرائع ده. صاحبتي قبل طبعا ما تكوني حبيبتي ضيفتي طبعا، وعارفه ان احنا نعرف بعض مشوار طويل. صحيح. وكمان انت اسكندرانيه، فانا ضعيفه قدام كل الاسكندرانيه وغاليين عليا حبيبه قلبي. وانا اعرف سمية كويس وعشت معاها حاجات كتير، يعني عشت معاها كل حاجاتها الحلوه، وعشت معاها فترات صعبة مرت بيها في حياتها وأزمات كتير، وبعرف عن سمية إنها دايما بتعرف تتخطى كل أزمة بتعدي ليها بشغلها. فأتمنى إن سمية شغلك يكون هو السند وهو الظهر، وهو اللي يعديكي كل أزمة بتمر بيها، وإن يعديكي أي فترة صعبة عشتيها، وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى فترة نجاح. وأنا بتفائل باللون الأصفر. اللون الأصفر ده بالنسبة لي أنا كحوت، أنا معرفش في برجها إيه ألوانها، بس أنا بشوف ده لون الحظ بالنسبة لي. وده اللي بيجيب لي يعني وشه خير علينا. فأنا بتمنى إنه يكون اللون الأصفر يكون وش خير عليكي. الفترة الجاية تركزي، تهتمي، وتخلي الفن، لان الحاجه الوحيده اللي بتديها وتديكي شغلك، مفيش حد تاني هتديله ويديكي. وحب الناس ده ما يتقدرش بكنوز الدنيا. حب الناس غالي قوي. واوعي تيجي على شغلك عشان اي حد، لان اي حد مش هيجي على نفسه عشانك، لكن شغلك صحيح. هيجي عشانك. صحيح. فاتمنى ان انت الفتره الجايه
تهتمي تحبي ترجعي. سمية. لا بصي، كل واحد بيحب نفسه. انت لو ما حبيتيش نفسك مش هتعرفي تحبي اللي قدامك. صح. لكن اعملي التوازن، ادي اللي حواليكي وعيلتك واهلك جزء، ولكن دايما خلي ان شغلك اساسي، لان شغلك هو اللي بيخلي اللي حواليك يحبوكي، ودعم كبير. شغلك هو اللي بيعمل لك كيان. يعني ده كيانك، ده سندك، ده ظهرك، ده اللي مش هيخليكي تعيشي مرحله العنف او راجل يمد ايده عليكي او راجل يفتري فيكي. ده انا بقى نصيحه بقولها لكل الستات. طبعا اكيد. انا دايما كنت بقول لهم اشتغلوا. اشتغلي عشان ما تبقيش محتاجه لحد، فلما تتهاني تضطري تتحملي عشان هو اللي بيصرف عليكي وعلى اولادك. لكن لو انت عندك مصدر دخل هتقولي خلاص يلا يعني روح. انا قابلت ستات كتير كانوا بيتضربوا بيتهانوا الرجاله بتقهرهم حتى مش بالضرب، ممكن يجيب زوجه تانية. يعني انا مثلا كان ليا جيراني الراجل مقعد ستاته الاربعه معاه في البيت. ده مفتري. يعني الزوج ومعاه 4 زوجات. فانا كنت بقعد يعني اسالهم انتوا ليه مستحملين؟ ليه القهر ده بقى عنف، اقوى انواع العنف. يعني ان يبقى ال4 ستات قاعدين وهو بيتحكم فيهم الاربعه، والاربعه لازم يحبوا بعض ولازم يحبوه. يعني ده قمه القهر. كانوا يقولوا يعني احنا مش بنشتغل، ما عندناش دخل، ما عندناش مصدر رزق، ما عندناش شغل، فهو ده الفرصة المتاحة لينا. فعشان كده انا بقول ان الشغل لا هيعرضك لقهر ولا هيعرضك لعنف، ولا حد هيقدر يمد ايده عليكي، ولا حد هيقدر يستقوى عليكي. واللي يستقوى على اي واحدة منكم تعالوا لنا، احنا موجودين، هنكون سند وظهر ان شاء الله. صح يا سمية؟ طبعا اكيد. اوعي تخلي حد يستقوى عليكي، اوعي تخلي حد يستقوى عليكي. ورسالة اخيرة وجهيها لكل ستات الوطن العربي. بقول لهم بتستقوى قضية بتهمكم قوي. كل الستات المقهورين اللي هم محتاجين للراجل، بديلها نصيحة بقول لها زي ما قلنا دلوقتي، اشتغلي، اعملي لنفسك كيان، ما تفقديش الثقة في الله سبحانه وتعالى. مش نهاية العالم انك تعيشي من غير راجل، مش نهاية العالم انه يعني ما تخليهوش يكسرك، ما تخليهوش ان هو يفقدك ثقتك بنفسك. فبقول لهم حاولي تشتغلي عشان ما تبقيش محتاجه لحد. لازم يبقى عندك شخصيه، ما تسمحيش لحد ان هو يهينك كانسانه قبل ما تكوني واحده ست. لكل الجمعيات المناهضه للعنف ضد المراه بقول لهم لازم يبقى في تطالبوا بانه يبقى في، واحنا كلنا بنطالب الحقيقه بقانون رادع، يعني بحيث ان الراجل يفكر 1000 مره قبل ما يفكر ان هو يعمل عنف ضد المراه. وربنا معاكم ان شاء الله. القضيه كبيره جدا. بتيجي عليها وتهنها ومبسوط انك الاقوى، بتستقوى بتكسر بالجحود عينها، مفيش لا شهامه ولا تقوى، مفيش لا شهامه ولا ده منك للي خلقك روح، بتضربها بدل ما تشوف دموع عينها، فمن حضنك تقربها بتضربها، براضي البهدل عليها، تحب في يوم تجربها، ضميرك فين؟ ضميرك فين يا جميل؟ ضميرك فين؟ يا عيني خلاص بقاله سنين، يلا حطوا ايدكم بقى وهي بتغني. هتفضل عايشة مكسورة يا حول الله، ضعيفة يا عيني معذورة في عذاب عيشها، لو انت تدوس قوي عليها نجد من تاني يحميها، ومين هيكون سند ليها تعيش وياه. الله 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 يا سمسمة.
بتكسرها، وعادي شايفها تعبانة مفيش مانع تدمرها، بتكسرها وبكرة تفوق مضيعها، هتندم لما تخسرها وما تلاقيهاش، عشان فعلا ما حبيتهاش. مفيش احساس بدل ما تحطها في عينك، بتتهان تتشتم تنداس. مفيش احساس، ده راجل يعني حنية، مفيش حنية